سبب وتفاصيل وفاة راشد عيسى الأنصاري مشهور التيك توك الإماراتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تصدر اسم راشد عيسى الأنصاري محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في الإمارات والسعودية خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار خبر وفاته المفاجئ، حيث تحول اسمه إلى واحد من أكثر المواضيع تداولا على منصة إكس تويتر سابقا. وبدأ آلاف المستخدمين في البحث عن من هو راشد عيسى الأنصاري وسبب وفاته بعد انتشار وسم يحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة كبيرة من رسائل للتعزية والتفاعل من قبل المتابعين. واشتهر الأنصاري بالمحتوى الاجتماعي والترفيهي الذي يعكس جوانب من الحياة اليومية في الإمارات، إضافة إلى مشاركته في بعض المواقف الطريفة والتجارب الشخصية التي لقت تفاعلا واسعا من المتابعين في الخليج. كما كان يحظى بحضور نشط على منصات التواصل الاجتماعي أخرى مثل الانستجرام وإكس، حيث كان يتفاعل مع متابعيه بشكل دائم وينشر محتوى متنوعا ما بين الترفيه والمواضيع الاجتماعية. وخلال الفترة الماضية تمكن من بناء قاعدة جماهيرية متزايدة خاصة بين فئة الشباب في الإمارات والسعودية، ما جعله من الأسماء المعروفة جدا نسبيا في مجتمع صناع المحتوى الخليجي. وفق ما جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جاءت وفاة الأنصاري بشكل مفاجئ، حيث تحدث بعض المغردين عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لكن حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية مفصلة تؤكد السبب الدقيق للوفاة، فيما لا تزال المعلومات المتداولة تعتمد بشكل أساسي على ما يتم نشره عبر حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى المتابعون أن انتشار خبر الوفاة بهذه السرعة يعود إلى شعبية الأنصار على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التفاعل الكبير الذي أحدثه وسم يحمل اسمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله ويصبر كل محبيه، اللهم أمين يا رب. ده الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.